اوعى تتجوز من غير ما تشوف الفيديو ده. الفيديو ده لأي حد بيفكر يتجوز. فيديو اجتماعي. دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده الجواز بقى صعب بدرجة غريبة جدا. يعني الجواز كان من زمان اسهل من كده بكتير. دلوقتي يقولك احنا مش عارف عايزين كام جرام دهب. طب ما يعني ليه كام جرام دهب؟ يعني انت لو دونالد ترامب، لو انت ساويرس مش هيطلبوا منك الجرامات الدهب دي. ولو اصلا، ما هو الفكرة بقى ايه اللي يضحكك؟ ايه ان انت اصلا لو ساويرس ما مش هيديهم جرامات الدهب دي، ده استثمار. يعني الدهب ده كله ده استثمار. يعني طب ما انا احطه عندنا، فاهم؟ انا ليه اجي اديهولك انت؟ يعني البحر يحب الزياد مهما انا كان معايا، ما انا هخليه معايا. طيب لكن ليه اجي اديك انت؟ طيب ويقول لك احنا عايزين شقه وتكتبها باسمها، شقه تكتبها باسمها. بص، انا في الحته دي ما بثقش في البنات. ما بثقش في البنات ليه؟ لان هي ممكن تيجي مزاجها مش عاجبها، واحده صاحبتها لعبت لها في دماغها. لذلك انا كعلي اي واحده اصلا برتبط بيها بقول لها اقطعي صحابك خالص، مش عايزك يكون عندك صحاب نهائيا. ليه؟ لان البنات بيحبوا ان هم يلعبوا في دماغ بعض. فواحده صاحبتها لعبت لها في دماغها، قالت لها اتطلقي منه ولا حاجه، راحت عليك الشقه. اكلمك سكه كده، صحت من النوم قالت لك طلقني، راحت عليك البيت. فليه اكتبها باسم؟ طب انا حتى صحابي لو عرفوا ان انا شقه كاتبها باسم مراتي، انا منظري هيبقى عامل ازاي؟ وتجيب لها عربيه. في مش كله بيطلب، بس في اغلبيه. انا سمعت يعني في واحد صاحبي كان بيكلمني فبيقول لي طلبوا مني كمان ان انا اجيب لها عربيه. هم اصلا ذات نفسهم مش جايبين لها عربيه، فاهم؟ فطب ليه يعني؟ ليه الصعوبه دي؟ طب ما هو كده محدش هيتجوز. يعني انا كعلي، انا لو طلب مني حاجه زي كده، السلام عليكم، انا مش لسه حاطط حد، مش هنيجوشيت. فاهم ازاي؟ في حاجه اسمها الحد الادنى للنيجوشيشن. انما لا، انت طلعت بسقف طموحك قوي كده، هتلاقيني على طول قمت ايه قايم وماشي. انما تجيب لها كام جرامات دهب؟ لا. طب ما انا الدهب ده انا اخليه عندنا، يعني استثمار حتى يبقى بتاعنا احنا الاثنين. فاهم ازاي؟ او استثمار، حاجه تفيدنا في المستقبل. ومش عارف كام مليون تحطهم لها في البنك وكلام كده خرافي. وليه اكتب لها الشقه باسمها؟ ليه تكتب لها الشقه باسمها والكلام ده؟ فاهم؟ فدلوقتي الجواز بقى صعب جدا، وهي تقلب عليك كل حاجه راحت. كل حاجه راحت خلاص، انت ما تفكرش يعني. والبنات بالذات في الحاجات دي، يعني زي ما بقول لك ما تقدرش ان انت تثق فيهم. انا عارف طبعا في بنات هتتفرج عليا وهيشتموني، بس صدقوني انا بقول الحقيقه. انتوا المود بتاعكم بيتغير بسرعه. النهارده تقول لك يا حبيبي، بكره تقول لك خد يا ابني انت مش عارف ايه طلقني. فيعني عشان انت ما تبوظش حياتك، فاهم ازاي؟ فانت لازم، المثل اللي هو بيقول لك ايه، تحرص ولا تخون، كانك بتتعامل مع زعيم مافيا. في ناس تقول لي يا علي انت بتكرهنا كده في البنات، بتكرهنا في الجواز ولا ايه؟ لا انا مش بكرهك، انا بقول لك خد حذرك. انت عندك مثلا دونالد ترامب، اول مره جه يتجوز فيها، خدت لما طلقها خدت منه نص ثروته ونص الشركات بتاعته والحاجات دي. بعد كده بقى لما جه يتجوز بعد كده بقى بيمضيهم ان هم لو اتطلقت ما لهاش اي حاجه عنده، ولا تاخد نصه ولا اي حاجه. انا كعلي انا هعمل كده برضه. يعني انت مش عاجبك، انا عارف فيه، هتقول لي ومين دي اللي هترضى؟ خلاص ما ترضيش ولا انا هرضى وخلاص، خلينا قاعدين كده بقى كلنا. يعني انما ارمي نفسي للتهلكه في الزمن ده بالذات، الموضوع بقى صعب قوي. الموضوع ما بقاش فيه امان بالمره. يعني عنصر الامان هنا بيبقى في الحته دي مطلوب. فانت هنا انت رايح تتجوز، انت كانك بتفتح بيزنس. لو فشل انت خسرت كل حاجه، نجح اهو يعني اديك استثمرت فيه برضو. ده ايه، ضيعت شويه فلوس. فغير اصلا الفلوس اللي هتتصرف في الجوازه، ليه بقى كام جرام ذهب وكام مليون باسمها في البنك والشقه تتكتب باسمها، وفي بقى يتشرطوا كمان يقول لك احنا عايزين شقه كمان والعفش يكون مش عارف. طب ليه كل ده؟ يعني ببلاها جواز، ما انا اقعد لوحدي يا عم. ومالها القعده، مالها الواحد يقعد لوحده ومعاك بلاي ستيشن، انك بتتفرج على التلفزيون في الوقت اللي انت عايزه، بتاكل من بره، ولا انت بتتعلم تعمل اكل، عايش لوحدك روقان يعني. العيشه دي هو بس الجواز عشان يبقى اسمك متجوز، وفي الاول بس بتبقى فرحان، لكن بعد كده بتحس ان الدنيا عادي يعني. اللي ما فيش فرق حاجه، الا لو انتوا بتحبوا بعض، فهي بقى بتقدم تنازلات وانت بتقدم تنازلات. ده في حاله ان انت بتحبوا بعض. انما بقى جواز الصالونات وهات لها واكتب لها وفي برضو ناس لو بتحب بعض يقول لك كده برضو هات لها واكتب لها. فانا اول ما هات او اكتب انسى،
سلام عليكم انا ماشي، الصفقه دي مش بتاعتي. لان هو دلوقتي الجواز صفقه عباره عن ديل، فانت هتوفر لها ايه؟ لا انا هوفر لها حاجات طول ما هي معايا. طب هي لو مش معايا خلاص انا اوفر لها ليه؟ ما انا سبتها خلاص يعني، فاهم؟ هي دي وجهه نظري، اللي هو انت طول ما انت معايا انا ملزم ان انا اصرف عليكي والكلام ده كله، وان احنا نعيش مع بعض كويس واعيشك في البيت ويبقى في امان، كل ده الراجل ملزم بيه طبعا. ولكن بعد الطلاق، طب افرض انا مش عايزه، افرض هي وحشه اصلا، بتضحك عليا من اولها، بترسم عليا، مش هنظلم يا عم، افرض خلاص ان احنا ما مشيناش مع بعض، ما هو الجواز ده نصيب، النصيب ما جاش، ليه انا اتحمل بقى بعد كده؟ لا. فالمجتمع الانثوي ده في الحته دي بيبقى في صالح الانثى. لا، ما في ناس ما يمشيش معاها زي انا كده، انا ببص للجواز ده على اساس انه صفقه، مش هديكي اي حاجه الا بمزاجي. يعني انا بقى عايز اديك 2 جرام ذهب، ما فيش اي مشكله، عايز، لكن انتوا ما تتشرطوش انتوا عليا، ما تقوليليش مهرها كذا مهرها كذا، انا ما بدفعش مهر. ليه؟ انا يعني المهر ده انا كعلي ببص له على ايه؟ هو انا رايح اشتري غساله، ليه انا عايز مهر 2 مليون جنيه ولا ايا كان كام انت عايز مهر كام؟ هو انت هتديني ايصال؟ طيب لو اتطلقنا في خلال 14 يوم هترجع لي الفلوس؟ طيب. فانا ببص لها من الناحيه دي. في ناس تقول لك لا، ما انا اشمعنى بنت خالتي واشمعنى مش عارف، خلاص انت حر، خليكي بقى قاعده ايه لحد ما يجي لك واحد زي اللي جه لبنت خالتك. انما انا لا، ما حصلش نصيب كده الديل ما تمش، الصفقه ما تمتش. بس فحرص ولا تخون اي حد جاي يتجوز، خد بالك من النقط دي، خد بالك عشان ما تغرمش وهيتخرب بيتك بعدين، خاصه لو انت صاحب بيزنس وعندك اصلا فلوس، او لو انت ما عندكش فلوس هتبقى بيتك اتخرب يعني. فخدوا بالكم، خدوا بالكم كويس. وانتوا يا بنات اهدوا شويه، ده المفروض ان انت هتعيشي معاه، اعرفيه قبلها، بتحبيه، ناويه ان انت تعيشي معاه، قدمي تنازلات. انما هات واعمل ومش عارف ايه، لا. ويعني حاولي تراعي ان ده شاب لسه بيبدا حياته كده، فاقف انت جنبه لحد ما يبني نفسه، يوصل لكده. هو اكيد لو بيحبك هيدلعك، لو انتوا بتحبوا بعض اكيد يعني مش هيبخل عليكي بحاجه. انما في الاول تطلبي مش عارف ايه، حتى دي من ناحيه بتاثر في الراجل، هي عايزاني هي عشان الحاجات اللي انا هديها لها ولا ايه هات ومش عارف ايه، فدي حته بتاثر في الراجل، انت غلاوتك بتنقص. يعني انا الكلام اللي انا بقوله لكم ده حقيقي على فكره، كل ده حقيقي ومدروس. ان البنت لما تقعد تطلب ولا اهلها يقعدوا يطلبوا طلبات ومش عارف ايه، حتى لو انت هتنفذ وهتتجوزها في الاخر، انت بتبقى من جواك متضايق ومتاثر، غلاوتها غصب عنك بتقل عندك، غلاوتها بتقل عندك. فاصبحت ان هي في يوم مثلا انت جاي من الشغل ما لقيتهاش عامله اكل، هيطلع عين ابوها. انا دافع كل ده وعامل كل ده عشان فهيحصل خناقات. انما انت لو مقدمه تنازلات وهو يقدم تنازلات، العلاقه دي تمشي. بس اي علاقه كده لازم هي تقدم تنازلات، هي تهتم بيه وانت تهتم بيها. بس غير كده مفيش تنازلات، مفيش علاقه، مفيش جواز. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي، ويا رب تكونوا فهمتوا، تكونوا استفدتوا من الفيديو ده يعني. اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم. اهدوا في الطلبات شويه، والاهالي بالذات اهدى شويه بدل ما تروح تتجوز من وراك، اهدى.